التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء والتي اخترقت كل القوانين الدولية بقتل العمد والعنف المشدد بحق الشعب الكردي الذي استهدف المركز الثقافي الكردي في العاصمة باريس التي راح ضحاياها 3 شهداء وعدد من الجرحى. وهذا الهجوم المسلح من قبل الدولة الفاشية التركية ليس الأول الذي يستهدف الشعب الكردي، فهذه الجريمة تعيد إلى ذاكرتنا عملية إرهابية مماثلة التي حصلت عام 2013 حيث أسفرت عن مقتل الناشطات ال3 ساكنة جانسيز وليلى شايلماز وفيدان دوغان الذي حصل أيضا في باريس. واليوم يشهد العالم كله تجاوزات اللا أخلاقية واللا إنسانية بحق جميع الشعوب، ونطالب الدولة الفرنسية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية حيال هذه المجازر التي تستهدف الشعب الكردي وخاصة النساء. ففي إيران قام النظام الملالي بقتل جينا أميني، وفي السليمانية تم اغتيال الناشطة ناغاهان أكارسال، وأيضا استهدفت الطائرات المسيرة زينب صاروخان. ولا ننسى النساء في أفغانستان والحصار الذي فرضوه عليهن حيث منعوهم من حقوقهم الأساسية وفي التعليم وممارسة العمل وغيرهن الكثير من الضحايا. فالشعب الكردي أينما يتواجد تطالهم الأيادي الطورانية والعثمانية التي يوجد من يردعها على جرائمها الشنيعة. فإلى متى ستستمر هذه المجازر بحق الشعوب المظلومة والمضطهدة؟ وعلى الرغم من جميع الهجمات التركية ما زلنا نؤمن أننا شعب يستطيع الصمود وتجديد طاقة الاستمرار في النضال رغم كل الصعوبات التي تواجهنا والوصول إلى النصر والحرية الديمقراطية. المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والخزي والعار لأعداء الديمقراطية. بشأن الهجمة على باريس فنحن ندين ونستنكر هذه الجريمة ونطالب المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بأن يأخذوا موقفا من مرتكبي هذه الجريمة. فهذه هي الجريمة الثانية التي ارتكبوها، حيث في 2013 قاموا باغتيال 3 مناضلات ساكنة جانسيز وليلى شايلماز وفيدان دوغان. فلذلك نطالب المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي بأن يأخذوا موقفا من هذه الجرائم، وإلا فإنهم يعتبرون شريكا مع الدولة التركية الفاشية. المرأة هي العمود الأساسي في المجتمع، فلذلك هم يستهدفونها، فإذا استهدفوا المجتمع قاموا بتدميره بالكامل من حيث أخلاقيا معنويا بكل الجوانب، ولذلك يستهدفونها. والثقافة لكي يدمروا ثقافة الشعب الكردي.